بعد الفيديو ده هتبقي محترفة بسبوسة، احلى حاجة في الدنيا بجد. البسبوسة روعة جدا جدا جدا. التزمي المقادير، اعملي كل الخطوات زي ما انا قلتلك بكل التريكات والحركات، هتعملي احلى بسبوسة دايبة ومرملة. بصوا ومتماسكة في نفس الوقت، يعني بصي اهي انا ماسكة الخرطة اهي عادي مفيش اي مشكلة. لو عايزة تعرفي المقادير والطريقة كملي باقي الفيديو، وهتنسي اللايك والشير. كوباية سمنة بلدي، يفضل سمنة بلدي في البسبوسة لان بتدينا طعم حلو قوي. هنزل بنص كوباية، نص كوباية سكر، كوباية الا ربع لبن، معلقتين كبار عسل كلوكوز اساسي، لو مش موجود هتستبدليه بالعسل النحل او شربات الكنافة التقيل. على النار هدفي بس الكلام كله وهمزجه مع بعض كده. انا بس عايزة الجلوكوز اللي معايا يسيح هو والسمنة يندمجوا مع بعض، يا دوبك يبقى دافي مش سخن يا جماعة. كوبايتين دقيق سميد خام مفيهوش اي حاجة خالص بدون اي اضافات. هحط عليه نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين كبار جوز هند ناعم وده اختياري. هقلب كويس. فانيليا او نص معلقة فانيليا اللي هي الخام، واقلب تاني. هنا المكونات السائلة جاهزة معايا، ما تكونش سخنة، هتكون باردة خالص. هنزل بيها على البسبوسة، هقلب بقى هنا كده. احنا يا دوبك بالمكونات ما بنعجنهاش علشان خاطر ما تعملش عرق كده. خلاص بصوا يا دوبك مكونات تمتزج، انا مش عايزه اعجن، هو يا دوبك هتبقى كده معايا بالظبط. هجيب صينيه مدهونه سمنه، صينيه مدهونه سمنه او طحينه. هنزل بقى بالخليط بتاعي، هفردها كده في الصينيه. هديها خبطتين كده. الكميه دي للصينيه الوسط بتاعه طقم الصواني اللي زي كده. هديها خبطتين كده. عايزه تحطيها كده في الفرن حطيها، عايزه تحطي على وشها مكسرات ده اختياري. انا هحط شويه مكسرات عندي كده، عايزه بقى بحبه لوز حطيها بقى، اي مكسرات عندك. عايزه تعمليها ساده براحتك خالص. دي بندخلها على فرن سابق التسخين، هتاخد معايا حوالي من 25 ل 30 دقيقه، وهتكون احمرت ان شاء الله معايا. وهي سخنه هتخرج على الشربات السخن وهنسقيها. هحط كام واحده كده من البندق، صف بندق كده وصف لوز. برضو كان عندي بواقي من لما كنت بعمل الكحك معاكم، برضه هحطها. اي مكسرات عايزه تحطيها ساده براحتك خالص، اهم حاجه بس يبقى الشكل حلو والطعم برضه طبعا يعني. وادي شكلها اهم حاجه. قبل ما تدخليها الفرن تدي ضغطه خفيفه كده على الراد عشان خاطر تثبت معانا. بصوا خفيفه بالراحه جدا. هدخلها بقى على الفرن لحد ما تحمر، هطلعها اسقيها على طول بالشربات السخن زي الفل. بعد ما خرجت من الفرن بصوا اللون ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنزل عليها بالشربات السخن وهي سخنه، اسقيها كلها كده ما تقلقوش. البسبوسه الناجحه ان شاء الله بتشرب كل كميه الشربات، هي هتشرب الشربات كله. هغطي عليها بقى واسيبها تبرد. ما شاء الله بتشرب الشربات بسرعه جدا، بسم الله ما شاء الله. قطعيها التقطيع اللي انت عايزاه اهي. بصوا طالعه ما شاء الله ماسكه حلوه قوي قوي قوي. بصوا عامله ازاي، عايزه اوريكم. بصوا الترميله، بصوا مسقيه شربات روعه جدا جدا. انا هوريكم قد ايه هي مرمله. بصي شايفه، بصي الترميله تحفه تحفه. جربي طريقتي في البسبوسه ان شاء الله هتعجبك. واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.